كمل الماتش بعدها وانت كان شكلك كويس، ما كنتش وحش يعني. يجي كوره الاخ حسام عبد المجيد، في انهي كتاب مدافعين في مدافع بيستلم الكوره بالعوجان ده في الحته دي؟ الكوره جات لك على يمينك ببطن رجلك في اي حته، بتستلم بعوجان، حتى باهمال. انت بتستلم باهمال، مش بتستلم وانت جازز، انت بتستلم باهمال وانت واقف كده. ايه ده؟ دي طولت. طب يلا اعمل تاكل. تعمل تاكل ينفع في الكره النسائيه، ما ينفعش في كره القدم بتاعتنا. والكره تروح طبعا لطاهر، يعمل كروس، الباشا خلاص اوف بوزيشن، طلع بره التمركز بتاعه، وهد من اشرف بن شرقي، اخو اللي جابه في الشناوي ايام فيري. بعد كده كوره بنبني لعب من ورا، ماشي، سلسله لعب، اوكي. وطبعا لازم الكوره تروح لفان دايك الغلابه، الاسطوره بتاعه الدفاع بتاعنا، اللي هو دفاعيا ما اقدرش اتكلم عليه، ما اقدرش. ولكن والكوره في رجلك يا ابني، احنا كل مره هنتكلم في نفس القصه. بص، هو انت النهارده والله، دي مش هقول لك يعني علامه، بس هي قرصه ودن كبيره قوي 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 لو انت ناوي تفوق لنفسك. لما تعمل الباصه اللي انت عملتها الفتوح دي، وهو مضغوط عليه بالمنظر ده، وبتكون بعيد عنه كده، وترد عليا بجون، ده والله ان الجونين في ماتش واحد ده من عند ربنا. انت طول السنه هرينا باصات غلط، سواء طوليه او قصيره، هرينا، بس ولا واحده فيها ردت بجون، فمتداريه. وطبعا لان انت ادائك الدفاعي خصوصا في الكور العاليه كويس جدا، فطبعا ده بيعدي. وحسام عبد المجيد اللي طالب ملايين، اللي عايز يحترف في انجلترا، اللي الاهلي عايز ياخده، كل الكلام ده ماشي تمام. ولكن شاء ربنا ان انت البروزه للعبث الكروي اللي انت بتعمله والكره في رجلك يجي النهارده، عشان تتسجل لك كده في ماتشات القمه ان انت عملت اسيستين للاهلي. ده تاريخيه، خلي بالك. يعني ممكن تغلط غلطه، انما انت عامل اسيستين، انت مش غلطان، انت ما غلطتش. يعني محمد اسماعيل غلط في التالت، بس هي غلطه من واحد عامل ماتش كويس قوي، بس انت عامل اسيستين، فدي تسجل في تاريخك. ويشاء ربنا برضو ان انت تضيع ضربه الجزاء اللي احنا هنجيلها تاني.